الحق يا اسطى، الدراسة اتأجلت أسبوعين. ده بسبب ايه؟ بيقولوا فيروس كورونا انتشر في العالم ودخل مصر وهنموت كلنا. هنموت كلنا، هنموت كلنا. ستوب يا جماعه. بطل حلقتنا النهارده هو Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 او كوفيد 19 او المشهور باسم فيروس كورونا. فيروس كورونا اللي اول حاله اتسجلت باسمه كانت في مقاطعه ووهان في الصين، وكانت في سوق في المأكولات البحريه. اول حاله كورونا اتسجلت هناك، بعد كده كوريا الجنوبيه، بعد كده ايطاليا، بعد كده تباعا الى الوصول للدول العربيه منهم مصر. مصر لوحدها ظهر فيها 196 حالة على حسب تصوير الفيديو ده. مع تصوير الفيديو ده إلى الآن 196 حالة فيروس كورونا، ومنهم 4 الله يرحمهم كانوا طيبين قوي، دول ماتوا. فيروس كورونا يا جماعة مش جديد خالص. فيروس كورونا ابتدى الأول بالحيوانات، الخفافيش ثم القطط ثم انتهى البني آدمين. لو تاخد بالك برضو كان في قبليه فيروس تاني اسمه سارس، كان عدد المصابين بيه 8000 وشوية، وحصد أرواح أكتر من 700 شخص. ليه الصين بيجي عندها الأمراض دي؟ الصين تعدادها مليار 300 مليون وشوية، استحالة إن هم يتغذوا على اللحم الطبيعي جدا والسمك وشوية الرز والكلام ده يبقى كده تمام بالنسبة لهم. لا، ما تفتكرش مثلا ان الصين بتاكل الصراصير والدبان ولا اي حاجة من الحاجات دي والخفافيش ان هي كده بتاكلها وفرحانة بيها. لا خالص، هي بتاكل القيمة الغذائية بتاعتها، هي عايزة بروتين يعوض. امتى ممكن يبقى عندك فيروس كورونا؟ طيب، اولا فيروس كورونا حجمه كبير مقارنة بالفيروسات التانية، فمش هينتقل في الجو، هو بينتقل على الاسطح والمعادن والارضيه عموما. يعني جوانتي وكمامه وغسل الايدين ده هيبقى كافي جدا يعني ليه. طب انت فيروس كورونا جالك، تمام، غالبا اعراض فيروس كورونا بتبقى شبه اعراض البرد. فيروس كورونا بتبدا اعراضه تظهر في خلال 5 ايام في المتوسط، بتبدا اعراضه تظهر بارتفاع درجه الحراره وسعال جاف، تمام، لغايه اسبوع. بعد اسبوع بينتقل لمرحله ان انت لازم تروح المستشفى، لان بيجي لك حاجه اسمها ضيق في التنفس. الله، طب انا هروح المستشفى، طب ما هم لقوا علاج هو الفيروس كورونا. لا، ما لقوش علاج لفيروس كورونا. الحقيقه ان في علماء في امريكا لحد دلوقتي بيحاولوا ينتجوا عقاقير مضاده للفيروس وبيحاولوا يعملوها، ونرجو ان هم يعني خلال الاشهر الجايه يحاولوا يعني يلاقوا حل، لكن لحد دلوقتي مفيش علاج قاطع لفيروس كورونا. فيروس كورونا لما بيجي لك الرئتين مش بتقدر تاخد الاكسجين وثاني اكسيد الكربون من الدم بطريقه سليمه. طبعا اي جزء من جسمك او اي عضو من جسمك تلف او ما بيقدرش يمارس نشاطه الحيوي بيتم ان انت تموت. ده سبب كافي ان هو يموتك. دلوقتي انت رحت المستشفى، هيحطوك على جهاز يساعدك على التنفس، مراحله ان هو بينتقل لجميع اركان الجسم لغايه لما يوقف نشاطك الحيوي، ويتم بعد كده ان انت ندعي لك الله يرحمك. بقى برضه ممكن تتشافى منه، في حالات شافت منه، في حالات شافت منه كتير جدا طبعا. طيب دلوقتي مثلا ممكن نعرف كام حاله فيروس كورونا؟ 197 الف حاله فيروس كورونا، منهم 7000 وشويه ماتوا، رقم كبير 7000 وشويه. طيب دلوقتي حضرتك انفلونزا او البرد اللي بيجي لك انت كشخص عادي جدا وبتفوق منه، بيجي كل سنه لمليار شخص على الكوكب، بيموت منه قد ايه؟ من 250,000 ل 650,000 بيتوفوا. انا اعمل ايه عشان ما يجيليش فيروس كورونا؟ بتتقال كل يوم في التلفزيون، الجوانتيات، غسل الايدين، الكمامه، طبعا كل ده لا يستغنى عنه. وبعدين فيروس كورونا برضه مش هيجيلك من الجو، يعني عشان تبقى فاهمين بس مع بعضينا. عايز اقول لك على خبر ممكن هو يموتك قبل فيروس كورونا. دلوقتي انت معاك كلور ومعاك كحول، يا هتستخدم ده يا هتستخدم ده، الاتنين ما تستخدمهمش. الكلور على الكحول بيجيب لنا CHCl3 اللي هو كلوروفورم، وده غاز سام ممكن يموتك اصلا قبل ما الفيروس يجيلك. فيا ريت تستخدم ده يا تستخدم ده، الاثنين مع بعض لا، تمام. طبعا احنا يعني بنتمنى ان فيروس كورونا في الفتره الجايه يحاولوا يسيطروا عليه اكتر من كده، ويحاول ان احنا خلاص نشوف حل ونعدي الازمه دي على خير. يا ريت يا جماعه كلنا نتابع التعليمات اللي هم بيقولوها في التلفزيون واللي انا عدتها تاني في الفيديو. يا ريت يا جماعه ما تبقاش اناني، وان الفيديو ده بالذات محتاج شير. يعني انت الفيديو ده لازم تشيره، يعني في كميه معلومات ممكن انت تكون انقذتك انت ما تنقذش واحد تاني. ما تبقاش اناني وشيره. لو مش هتشيره على الاقل المعلومات اللي انت شفتها دي انقلها لاي حد تاني. بس انا مش هدخل من كده. بس يا ريت برضه تشير الفيديو، يعني ده كدعم لينا، تعمل لايك عشان الفيديو ده يظهر للناس اكتر. وبس اشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم.
هنموت كلنا هنموت كلنا